جدات. نتحول من عناوين الصحافة الأجنبية إلى أبرز ما جاء في عناوين الصحافة العربية. البداية من الجزائر وجريدة الخبر التي نقلت تصريحات رئيس الرابط المحترف لكرة القدم محفوظ قرباج، حيث قال: سنتخذ القرارات اللازمة في حال قبول طعن سريع غليزان. الجريدة ذكرت أن رئيس الرابط الوطني المحترف لكرة القدم محفوظ قرباج أكد أن هيئته ستتخذ القرارات اللازمة في حال قبول طعن سريع غليزان الذي سقط إلى الرابط المحترف الثانية. وأوضح قرباج في هذا الخصوص أنه كان على رئيس سريع غليزان أن يقدم طعنا على مستوى اللجنة المختصة في هذا النزاع على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد تسوية الوضعية المادية للاعبيه السابقين، لكنه انتظر إلى نهاية الموسم من أجل القيام بهذا الإجراء. وفي حال استعاد سريع غليزان نقاطه من الفاف أو من المحكمة الرياضية الوطنية أو الدولية سنتخذ بدورنا القرارات اللازمة، يقول قرباج. أما صحيفة الجريدة التونسية فتطرقت إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت تحسبا لمواجهة نهائي الكأس. وأشارت الصحيفة إلى أن جلسة عمل جمعت وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين الشارني برئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء وعدد من الإطارات في الوزارات المعنية وممثلين عن منشطي النهائي النادي الإفريقي واتحاد بنغردان. وتم تخصيص الجلسة للنظر في الإجراءات التنظيمية للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم. ودعت وزيرة الرياضة إلى التحلي بروح المسؤولية والروح الرياضية حتى تقام هذه المقابلة في أفضل الظروف لإعطاء صورة مشرفة عن كرة القدم التونسية. المنتخب المغربي تطرقت إلى موضوع الرجاء البيضاوي وتداعيات استقالة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، ونقلت تصريحا له قال فيه: مغادرتي للرجاء البيضاوي لا رجعة فيها. ونقلت الصحيفة عن التقني الجزائري أنه تقدم بالفعل باستقالته من تدريب الرجاء البيضاوي، مؤكدا أن قراره نهائي ولا رجعة فيه. حسب الصحيفة التي كتبت أيضا أن عبد الحق بن شيخة في تصريحات إذاعية له قال: لن أتراجع عن هذه الخطوة لأني اتخذتها عن قناعة. سأجلس مع رئيس النادي سعيد حسبان من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة وفسخ العقد نهائيا، موضحا في الوقت ذاته أن الرجاء فريق كبير وتدريبه أمر مشرف، ولذلك يجب اتخاذ كل تدابير كي تسير الأمور بشكل جيد، وهو ما لم يحدث. وختم بن شيخة تصريحاته حسب الصحيفة بالقول: لدي مبادئي والكل يعرف صراحتي، وإذا رحلت عن الرجاء فإن الباب مفتوح أمامي للدخول في تجربة أخرى. والختام بصحيفة العرب القطرية في قسمها الرياضي التي نقلت تصريحات رئيس النادي العربي الذي أكد أن سيناريو الموسم الماضي لن يتكرر. وكشف رئيس النادي العربي خليفة بن جبر آل ثاني عن اتخاذ مجلس الإدارة عدة خطوات إيجابية في سبيل تصحيح أوضاع فريق كرة القدم ومحو الصورة السيئة التي ظهر بها في الموسم المنقضي، مشيرا إلى أن هناك عدة ملفات جار حسمها حتى يكون الفريق في كامل استعداداته للموسم الجديد. وأضاف رئيس النادي العربي: منعا لتكرار هذا السيناريو مرة أخرى، فظن أن يكون رئيس الجهاز لديه إلمام كامل بالظروف التي يمر بها الفريق وخاصة المالية، لذلك أجبرنا على اتخاذ هذه الخطوة من خلال تحمل مسؤولية الفريق كاملة، وهذا الأمر سيكون على سبيل التجربة هذا الموسم فقط على حد تعبيره. ختام الطبعة الأولى، إلى اللقاء.